تخيل معايا يا صديقي إنك تفضل طول حياتك محروم من نور ربنا، تعيش كل عمرك وإنت بتهرب من أشعة الشمس، وده لأنها لو طالتك أو لمست جسمك هتعمل لك مشاكل وحروق وتشوهات في جلدك أو جسمك. قصة حلوة جدا تنفع سيناريو لمسلسل أو فيلم عن مصاص الدماء. ناس بتعيش كل حياتها بالليل ومع أول شعاع لنور الشمس بيهربوا من الشوارع. ولكن يوسف نقول لك إن دي مش قصة أو سيناريو، هي دي حياة المعاناة اللي بيعيشها أطفال القمر. مرض نادر وغريب جدا معروف باسم الزيروديرما بيجمنتوزا، أو ما يعرف بالعربية باسم جفاف الجلد المصطبغ. وده مرض بيحصل فيه خلل في بعض الجينات الموجودة داخل جسم الإنسان، ونتيجة لهذا الخلل بيفقد الجسم قدرته على إصلاح العيوب اللي بتحصل في خلايا الجلد. بمعنى تاني بسيط جدا، انت كشخص طبيعي لما بتتعرض لأشعة الشمس اللي بتحتوي على الالترا فايلوت ريز او الأشعة فوق البنفسجية، تبدأ الأشعة دي تعمل لك خلل وضرر في بعض أجزاء من الحمض النووي الموجود داخل خلايا الجلد. ولكن لأن جسمك سليم الحمد لله بيكون عنده القدرة إنه يصلح الغلطات دي وكأن شيئا لم يكن. ولكن بقى في أطفال القمر مرضى الزيروديرما بيجمنتوزا بيكون عندهم خلل في الجينات أو العناصر المسؤولة عن إصلاح الغلطات دي، وبالتالي اللي بيبوظ ما بيتصلحش. بمجرد تعرضهم لأشعة الشمس ولو لدقائق معدودة بيبدأ يظهر عليهم أعراض خطيرة جدا، منها تغير لون البشرة، حروق شديدة جدا في الجلد، تقرحات، وكمان سرطان جلد مبكر. والعين بتبدأ هي كمان تتأثر ويحصل مشاكل في الرؤية نتيجة جفاف العين أو الالتهابات وزيادة احتمالية الإصابة بأورام العين. حتى الجهاز العصبي ما بيفضلش سليم، ونتيجة لكل المشاكل دي بيبقى من المستحيل بالنسبة لهم الخروج بالنهار، وبالتالي كل خروجهم بيكون بالليل. أما الخبر المؤسف في الموضوع فهو أن لحد دلوقتي مفيش أي علاج نهائي للمرض، وده لأن المشكلة موجودة في تركيب الجسم نفسه. وبالتالي كل اللي هم بيعملوه إنهم يتبعوا مجموعة من الإجراءات والاحتياطات علشان يتجنبوا التعرض لأشعة الشمس الضارة، وبالتالي هيقللوا الأعراض اللي هم بيعانوا منها. ومن بعض الاحتياطات دي أولا تجنب الخروج بالنهار لأي سبب، والخروج يكون بالليل بس في ظروف محكمة. والبعض منهم يضطر ان هو يلبس بدل من نوع خاص بتحميهم من اي اشعة ضارة موجودة حواليه، وللأسف بيكون عارف انه هيكمل بقية حياته بيه. استخدام واقي شمس بدرجة حماية عالية، واستخدام نظارات شمسية طبية للحماية من الأشعة فوق البنفسجية. والبعض منهم بيضطر يجهز بيته بنوع من الزجاج العازل للأشعة، وكل ده علشان بس نتجنب ظهور الأعراض. كل ده طبعا بيكون مع المتابعة الطبية والفحص المستمر للجلد، والتدخل الجراحي اللازم في حالة ظهور أي أعراض من أعراض سرطان الجلد. قصة أطفال القمر يا صديقي هي مثال حقيقي على الكفاح في الحياة. أطفال بتتولد كل همها في الدنيا الجري واللعب، بتكتشف إنهم محبوسين وبيفقدوا أبسط متع الحياة، ومع ذلك ما بيستسلموش. ومنهم أطفال عباقرة ومتفوقين بيكافحوا بكل طاقتهم ضد ظروف الحياة. عارف يعني ايه تشوف طفل صغير قاعد جنب الشباك مستني الليل علشان يلعب شوية؟ ده مش مشهد درامي، ده الواقع الأليم. ومع ذلك هتلاقيهم بيضحكوا ومبسوطين. أرواح شبهنا بالظبط، ليهم مشاعر وبيحسوا وبيتألموا، ولكن الفرق بيننا وبينهم إننا بنشوف الشمس وهم لأ. إحنا بنهرب من حرارتها وهم يتمنوا بس يقربوا منها. أنا دكتور مصطفى فرحانة، ما تنساش اللايك والفولو عشان تشوف الفيديوهات الجاية. دكتور بيست، دكتورك المفضل.